مرحبا أصدقائي. عندما تسلط النار على الذهب يزداد لمعانه تألقا وبريقا. هذا هو حال ضيفي الذي فقد بصره وهو بعمر الزهور على أعتاب المرحلة الجامعية، بالإضافة إلى أنه كبير إخوته ومعيلهم، فما كان منه إلا أن ازداد تحديا وإصرارا على مواصلة دراسته رغم الظروف، فولج إلى الجامعة وأكمل دراسته بها وتحمل ما تحمل إلى أن تخرج وحصل على وظيفة حكومية كتدريسي. ولم يكتفي بذلك، بل أردفها بالماجستير والدكتوراه، وأصبح أستاذا جامعيا لامعا له العديد من المؤلفات، بالإضافة إلى نشاطاته المتعددة. ورغم تقاعده من الوظيفة إلا أنه لم يتقاعس ولم يتقاعد عن ممارسة نشاطاته بخدمته لأبنائه وبناته من ذوي الإعاقة البصرية. إنه الدكتور صادق حسين ضيفي لهذه الحلقة. حياك الله دكتور. حياكم الله، يبارك فيك.